السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل معاكم كيكة. ده بمقدار 3 كوبايات دقيق، معيار الكوباية اللي انا وريتها لكم دي. وده كيك شيف، وهحط كيس بيكنج باودر كمان، كيس كده وكيس كده. طبعا انا هعملها كب كيك، مش هعملها كيكة، بس انا حبيت اقولها لكم ان هي كيكة عشان دي تنفع كيكة في صينية عادية، وينفع تتعمل كب كيك. وزي ما هنا ما بوريكم، بقول لكم ممكن اللي ما عندهاش مصفى او اللي هي المنخل تعمل بالمصفى دي، عشان لو في اي تكتلات في الدقيق. كده انا نخلت الدقيق اصلا، بس انا حبيت اوريها لكم عشان بعد البيكنج باودر او الكيك شيف ممكن تعمل تكتلات. تمام. كيس فانيليا على البيض، 3 بيضات. طبعا الدقيق اللي عليه ابيض ده مطرح ايدي، بس معلش الدقيق وقع على البيض. وكوبايه ونص سكر، وكوبايه الا ربع زيت. انا هضيف كمان بقيت نص كوبايه السكر اهو معاكم، ضفت الاول كوبايه ودي نص، ادي كوبايه ونص و3 بيضات، وكوبايه الا ربع زيت، وكوبايه الا ربع لبن. ما رضيتش ازود اللبن قوي وضربتهم في الخلاط، اللي عشان برضك اللي ما عندهمش مضرب. ونزلت كده بالسوائل على الدقيق اللي عليه بيكنج باودر وايه وكيك شيف، واقعد اقلب وهشوف العجينه بقى على حسب الدقيق بتاعي، هل الكيكه محتاجه تاني لبن ولا لا. هفضل اقلب كده على طول. معلش بقى سوري على ايدي المتبهدله دي. انا اقلبها الاول بس بالمعلقه، وعايزه انا بحط ايدي بردك فيها بقلبها. طبعا تبقى غاسله ايدك كويس، وهفضل اقلب. احتاجت مني كده يجي ربع كوبايه لبن تاني. اهم حاجه القوام بتاعها هوريه لكم دلوقتي. انا زي ما انتم تشوفوا ما حطيتش حتى الربع مره واحده يعني، كل ما بحس بالعجينه محتاجه بحط لها تاني. انا حاولت اقرب لكم البتاع المعلقه اوريكم قوام، مش خفيف ومش تقيل، مش تقيل قوي، في تقل بس مش تقيل قوي زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا خدت شويه من العجينه اللي هي الكيكه بتاعتها لوحدها، وعشان اعملها بالشوكولاته طبعا انا ما عنديش كاكاو، ده نسكويك. طبعا انت بتفضلي تقلبي كده لغايه ما يدوب معاكي. لو ما دابش بتحطيه في الخلاط وتضربيه. اهو ده اللي بالشوكولاته، وده اللي ساده. انا بقول لكم ده نسكويك مش كاكاو، الكاكاو بيطلع اغمق شويه. وبعد كده بحطهم بعبيهم في كيسين، وبخرم الكيسين صغير جدا، وبحط ورق الكب كيك في صينيه الكب كيك. وزي ما قلت لكم العجينه دي كيكه عاديه، ممكن تنفع في كيكه عاديه او كب كيك يعني. احنا طبعا بنغير في الاشكال عشان حبايبنا اطفالنا. والكيس ده تخرميه خرم، وده خرم ويكون ضعيف شويه، ما يكونش ايه سريع يعني. وبتحطي القوام زي ما بحط الاتنين مع بعض كده، عشان تطلع نص شوكولاته ونص كريمه. وهعمل لكم بردك قوالب كريمه لوحدها وشوكولاته لوحدها زي ما انتوا شايفين كده اهو. نص زي ما قلت لكم، نص ونص. اهو بحاول اوريكم تاني من الجنب يبقى اوضح شويه. هنا بقى انا مليت الكب كيك على الاخر يعني. فطبعا قوالب الكيك دي كمان بتاعتي دي جايباها صغيره مش كبيره، انا كنت جايباها كده عشان خاطر انس حاجه صينيه صغيره، وهي دي اللي كانت متاحه عندي. فطبعا الكيك اللي فيه كتير، فهتنفش قوي، لان طبعا ما شاء الله احنا حاطين، بصوا نفشت ازاي، فظيعه يعني. انا حاسه كانت شويه هتفرقع قنبله. بس والله العظيم هفتحها لكم هشه من جوه وتحفه تحفه تحفه. نص بالنسكويك ونص بالكريمه بالفانيليا عادي. بصوا من جوه عامله ازاي. على فكره والله العظيم كانت سخنه، انا ما كنتش قادره امسكها اصلا، والله مطلعه بخار بس مش باين قوي في الكاميرا. بوريلكوا بص هشه ازاي يعني، ولا مش معجنه، وما خدتش 5 دقايق في الفرن. الفرن يبقى سخن وتحطيه في الفرن، هو الفرن سخن في رف اوسط، ما تفتحيش عليها 5 دقايق تلاقيها اتعملت. ده بقى انا عملت اصغر شويه، وقلت حبه لو مثلا الكبيره دي مثلا لينا احنا الكبار، ولو لانس مثلا صغير عشان ما يفضش منه او ياكل حته ويسيبها. انا مطلعه لكم بردك سخنه مولعه، والله بتقع من ايدي غصب عني.
وبصوا ده الكبير وده الصغير، ودي اللي انا فاتحاها بوريها لكم من جوه عامله ازاي. زي ما قلت لكم الفرن يبقى سخن من قبل ما تحطي الكيك، وتحطيه في رف اوسط في النص على الشبكه مش على الصاجه، يعني تشيلي الصاجه من الفرن خالص وتسيبي الشبكه في النص. 5 دقايق 6 دقايق هتلاقيها اتعملت، سريعه جدا. بصوا المنظر عامل ازاي، وانا بوريكم. بص الكبيره ودي الصغيره، عامله معايا 24 واحده، فكميه ب3 كوبايات دي حلوه جدا. وعملت كريمه ساده وعملت شوكولاته. وزي ما قلت لكم بقى انت تحاولي بقى تزينيها بقى بشوكولاته نوتيلا، انا اللي مش متوفر عندي للاطفال تعملي لها اشكال حلوه. وعملت لكم الاحجام الصغيره والكبيره. واشوفكم بقى على خير، ويكون يا رب نلت اعجابكم. وما تنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب للقناه. واسيبكم في رعايه الله وحفظه وامنه. مع السلامه، باي باي. باي باي. حطوا هاتم لايك. طيب.